السلام عليكم إخواني أخواتي، معكم مرة أخرى مروان وسيل في فيديو جديد. فيديو يعني كيضر في خاطر بزاف كاع، لأن هاد الأخت هادي اللي كتشوفوا هنا في هاد الصورة هادي مغربية، 41 سنة، سميتها غزلان مطهر، ساكنة في نواحي سوندريو. نهار هاد الحد اللي فات خارجة مع هما كيقولوا النيبوتي، يعني ولاد خوها ولا ولاد اختها ولا ولاد راجلها، ولا المهم خارجه مع جبنيتات باش يحتفلوا بعيد الميلاد ديال شي وحده فيهم، تحتفل معاهم. مشاو لهاديك سميتو واحد المنطقه ترفيهيه فيها هذاك كيقولوا هما فلاي ايموشن، واحد الكابلي كيكون لاصق من واحد الهضبه ولا جبل حتى الارض، فهمتيني، واحد المسافه ديال كيلومتر وشي 200 متر تقريبا. لين براغاتورا، يعني كيديروا لك هذوك حزام السلامه، كبدا غادي نازل. المهم راه غنخليكم مع الفيديو كيف داير. هاد السيده هادي من بعد هذوك الحفايد ديالها دازو هما الاولات، كيسينوها، هي جايه وحدها، زعما محلقه وحدها. فاش بقات لها ديك 20 متر ولا 30 متر باش توصل، هما كيصوروا فيها. ما عرفت اشنو اللي وقع لها. على حسب تحريات الاوليه كيقولوا بانها تخلعات، حيدات رجليها، حيت نورمالمون خاصها تكون غاديه بحال هكا، يعني رجليها مستقيمين مع يديها. نو هي نزلت رجليها من سميتوها. كاين اللي كيقول بان راه يعني شي حاجه وقعت في هذوك السماطي. بقات التحريات الاوليه باقا يعني قايمه. من هنا لقدام غادي يبان هذيك الاوتوبسيه وشنو اللي كاين. حتى الفيديو راه خداو مع دوك البنات اللي معاها. المهم خليكم مع الفيديو تشوفوا، لان داروها في الاخبار. Nascita in famiglia, Ghizlan Mutahir, 41 anni, di origini marocchine ma residente Olivetolario, provincia di Lecco, voleva regalarsi 2 minuti e mezzo di adrenalina pura sulla zipline più famosa d'Italia, Fly Emotion, insieme al marito, le sorelle e le nipoti, un volo sospesa a 230 metri d'altezza agganciata a una fune sulle Alpi Orobie. Poi la tragedia quando la donna si è sganciata dall'imbragatura della zipline a 120 km all'ora ed è caduta nel bosco mentre le nipoti che l'avevano preceduta la stavano osservando e filmando. Una caduta di 40 metri che non le ha lasciato scampo. La procura di Sondrio ha aperto un fascicolo disponendo il sequestro dell'impianto e l'autopsia sul corpo della vittima. Indagano i carabinieri che hanno acquisito i video. Secondo una prima ricostruzione la donna avrebbe rallentato improvvisamente poco prima dell'arrivo, rimanendo sospesa. Terrorizzata avrebbe tolto i piedi dalle staffe di sicurezza. Sono scioccato e incredulo, in 13 anni non abbiamo mai. هما كيقولوا بان تقريبا سميتو هي حيدت رجليها من بالخلعه، حيدت رجليها، ما بقاش مستقيمه، ولات بحال مدليه. يعني راكم عارفين دوك الفرضيات الخاويه ديالهم، ماشي غادي يقولوا بان راه خطا من عندهم ولا سميتوها. هو حنا كما كنقولوا كمسلمين، يعني الاجل ديالها وصل، ولكن ضروري كاين شي سبب. هما كيقولوا 13 عام هذه ما عمره ما وقعت شي حادثه. هاد الاخت هذه وقعت شي اللي وقع. نتمنى من الله يرحمها ويصبر الاهل ديالها، ونتمنى بالاخوان اللي دخل شاف الفيديو هذا يترحم على هاد السيده هذه. انا لله وانا اليه راجعون. هادشي اللي كاين. السلام عليكم.